وقفها في وسط المقابر وخلى الرجالة بتوعه يمسكوا جوزها ويكتفوه، وبدأ بقى في عملته القذرة. قلعها هدومها كلها وخلى الرجالة يمسكوا جوزها ويشوف مراته وهو بيعتدي عليها، والبنت المسكينة دي تقول له حرام عليك، انت ما عندكش اخوات، حرام عليك سيبني، ده انا حامل في الشهر التاني، سيبني ابوس ايدك. والكلب ده فضل يكمل في عملته القذرة وقدام جوزها، والاربع رجالة عملوا القذارة دي فيهم في المقابر. مفيش حد عنده ذرة رحمة يقول سيبوهم يمشوا، لا، عملوا حاجات قذرة. وحرفيا القضية دي هزت الرأي العام وقتها لأنها فعلا مظلمة. راح موقفني هناك وموقفني في الحيطة، طلع عليا الموس، قال لي هتخلعي هدومك ولا هقطع وشك، انا كده كده خارج من قضية قتل فمش فارقة معايا. قلت له طب سيبني عشان خاطر ربنا، انا زي اخواتك، سيبني ارحمني. قعد يقول لي لا. راح لا مؤاخذة راح جايبني وراح مخلعني هدومي وراح. السلام عليكم، معاكم خالد علي ورجعت لكم فيديو جديد. بس ثانية واحدة، خليك زي ما انت. هناخد بق شاي عشان نعرف نمخمخ. الحمد لله. الواقعة دي حصلت في الاسكندرية. كان كريم وشروق مراته على قد حالهم. كريم بيلم الكراتين وبيبيعها وحوش قرشين وربنا كرمه وراح اشترى تروسيكل. بدل ما ينزل يلم الكراتين بإيده ويروح يبيعها، ربنا كرمه وحوش قرشين وراح جاب تروسيكل عشان يشتغل عليه. والحمد لله العيشة معاهم كانت متيسرة وكانوا شاكرين ربنا على اللي هم فيه. وكانت شروق مراته أصيلة وما كانتش بتعمل مشاكل مع أي حد، والحياة كانت هادية ومستقرة. والراجل يطلع من الصبح بالتروسيكل بتاعه يلم كراتين ويروح يبيعه ويرجع بالليل لبيته. وفي يوم كريم كان طالع بالتروسيكل بتاعه يلم الكراتين، وهو بيجيب الكراتين فجأة رجع ملقاش التروسيكل بتاعه. يبص يمين يبص شمال، يا جماعة أنا كنت سايب التروسيكل هنا، راح فين؟ مش لاقي التروسيكل بتاعه خالص. وده مصدر أكل عيشه، هو اللي بياكل عليه عيش وهو اللي بيشتغل بيه. فطلع بقى كريم على الاسم وعمل محضر بسرقة التروسيكل بتاعه، ورجال الأمن كانوا بيدوروا له عليه. لكن كريم برضه فضل يدور على التروسيكل بتاعه، ما اعتمدش على رجال الأمن لأن التروسيكل ده مصدر أكل عيشه وهو كده هيعطل. فضل بقى يروح يدور هنا ويدور هنا ويقول لهم يا جماعة ما شفتوش تروسيكل لونه أحمر؟ يا جماعة أنا كان التروسيكل بتاعي مركون هنا محدش شافه، طب بالله عليكم رجعوا لي كاميرات المراقبة. فضل يعني يدور على التروسيكل بتاعه. ومن كتر ما كريم بيدور على التروسيكل بتاعه، في ناس كتير قالت له لو انت عايز تلاقي التروسيكل بتاعك او بنسبة كبيرة هتلاقي التروسيكل بتاعك، وروح المقابر، لان معظم الناس اللي بتسرق الحاجات دي بيكونوا هناك في المقابر وبيخلوا الحاجة عندهم هناك، يا اما بيرجعوا لك الحاجة وبياخدوا فلوس، يا اما بيكونوا باعوا الحاجة خلاص او قطعوها وباعوها خردة، فانت ونصيبك. قال لهم خلاص ماشي، انا هطلع على المقابر بكرة واشوف الكلام على ايه. ويا عم حتى لو الموتوسيكل هناك وانا هديهم فلوس، حلاوة ان انا رجعت الموتوسيكل وياخدوا مثلا جزء واديهم فلوس، انا ما عنديش مانع. كريم ما كانش عنده مانع خالص لان الموتوسيكل ده كان اكل عيشه. التروسيكل ده كان بيطلع بيه يبيع بيه كراتين وكان مصدر اكل عيشه، وكده حياته وقفت. انا ما عنديش مانع لو عايزين 10,000 5,000 ويرجعوا لي التروسيكل بتاعي، انا ما عنديش مانع. المهم جه تاني يوم وكريم كان رايح المقابر عشان يبص على التروسيكل بتاعه لعل وعسى يلاقيه هناك. وقبل ما ينزل من البيت مراته شروق قالت له لا انا هاجي معاك، مش هسيبك وحدك تروح المقابر وتروح مكان زي كده لوحدك، انا هاجي معاك. يا بنت الناس اقعدي، ما ينفعش تيجي معايا، انت حامل في الشهر التاني، اقعدي وارتاحي وانا هدور عليه. قالت له لا انا مش هسيبك تروح لوحدك خالص، انا هنزل معاك وندور عليه سوا. غلطة كريم هنا ان هو خدها معاه، وفعلا راحوا هما الاتنين المقابر وبدأوا يدوروا على التروسيكل بتاعه لغاية لما طلعوا لهم مجموعة شباب 4. طلعوا لهم وقالوا لهم انتوا عايزين ايه؟ كريم قال لهم يا باشا انا بدور على التروسيكل بتاعي، وناس كتير قالت لي احتمال تلاقيه هنا، فانا جاي ادور عليه لو التروسيكل هنا. قال له يلا انت بتقول ايه يلا؟ تروسيكل ايه؟ مفيش تروسيكل هنا. قال له طب خلاص ماشي يا باشا معلش انا ماشي. وخد جو ومراته وراح يمشي. قالوا له خد. تفكر بقى دخول الحمام زي خروجه، ومسكوه هو ومراته. راح قال له يا باشا انا عايز امشي، انا جاي ادور على التروسيكل بتاعي، انتوا ماسكين لي ليه؟ انا جاي ابص على التروسيكل بتاعي، والله التروسيكل بتاعي مسروق. قالوا له يا باشا ولا تروسيكل ولا بتاع، مراتك دي تلزمني. قال له يا باشا دي مراتي وحامل في الشهر التاني، بالله عليكم سيبوها.
قال له يلا بقول لك ايه، ما تتكلمش كتير، مراتك دي تلزمني. وخلى التلاتة اللي معاه يكتفوا الراجل ويمسكوه. والمسكينة شروق تقول له بالله عليك سيبنا نمشي، ابوس ايدك سيبنا نمشي، انت ما عندكش اخوات بنات؟ المجرم ده اللي هو اسمه اسلام يقول لها لا ما عنديش، ولو عندي برضه هعمل نفس اللي انا بعمله دلوقتي. لما خدني وعشان يعمل كده وابتدي على رجله بوستها، قلت له ارحمني، خلي رحمة ربنا تنزل، حرام عليك، انت ما عندكش اخوات بنات، ما عندكش ام. قال انا لو عندي اخت ولا عندي ام هعمل فيها اكتر من. والقذر اسلام ده مسجل خطر، وراجل ما عندوش، ده خساره في كلمه راجل، راجل ايه ده، كلب ما عندوش رحمه. المهم خد مراته اللي هي شروق وركبها معاه، وراحوا كده مكان في المقابر بعيد شويه عن جوزها، وخلى الرجاله التلاتة يفضلوا مع جوزها ويمسكوه ويكتفوه، وكانوا بيضربوا فيه. وهو بقى خد مراته شروق وراح المكان اللي جنب المقابر ده، ونزل بقى هناك وقال لها بقول لك ايه، احنا هنعمل اللي احنا عايزينه من غير ما تعملي قلق. شروق تترجاه تقول له ابوس ايدك ابوس ايدك سيبني امشي، انا حامل ابوس ايدك. والكلب اسلام ده يقول لها مش هسيبك غير لما اعمل اللي انا عايزه. تفضل تزق فيه وتقاوم وتقول له سيبني ابوس ايدك سيبني، يقول لها لا. والقذر ده عمل عملته فيها وخلص وكل حاجة، وراح على طول رجعها لجوزها وقال له بص انت وهي انا هسيبكم تمشوا بس بمزاجي، انا مش راضي اذيكم، وغوروا ما تجوش من هنا تاني. والله ما عارف اقول له ايه، اسلام ده يعني شيطان مفيش في قلبك ذرة رحمة، ايه حجر قلبك. في الوقت ده بقى كريم ومراته طلعوا على الاسم، وهم يعني كانوا حالتهم النفسية زي الزفت، وعينيهم في الارض ومش عارفين يتكلموا ولا عارفين يقولوا اي حاجة بعد الموقف اللي حصل لهم ده. طلعوا على الاسم، كريم قال له يا باشا انا حصل 1 2 3 و4 شباب مسكوا مراتي وتهجموا عليا وعملوا كذا كذا. وفعلا رجال الامن اتحركوا على طول وراحوا للمقابر وجابوا ال4 وحققوا معاهم وضغطوا عليهم واعترفوا ان هم عملوا عملتهم السودة دي. وبعد ما قبضوا عليهم ب3 شهور بالظبط، 3 شهور من التحقيقات، يعني يمكن دي اسرع قضية اتحكم فيها. بعد 3 شهور على طول حكموا على القذر الكلب اسلام ده بالاعدام شنقا. اما بقى ال3 شباب التانيين كل واحد فيهم خد 10 سنين. وبالرغم فرحة كريم وشروق مراته ان الراجل ده اتحكم عليه بالاعدام، الا انهم كانوا برضو مكسورين، كانوا بيقولوا برضو ان هم يعني كل ما يفتكروا الموقف يتضايقوا، كل ما يحصل حاجة يتضايقوا. وفي بعض الناس كانت بتقابلهم في الشارع بتبص لهم بصات يعني مش حلوة، بالرغم ان هم مش ذنبهم حاجة. يعني هم ذنبهم ايه؟ الراجل بيجري على اكل عيشه وراح يدور على التروسيكل بتاعه اللي اتسرق، اللي ملحقش يتهنى بيه، جاب التروسيكل بتاعه بمبلغ عشان يشتغل عليه ويطلع منه فلوس ويشتغل بعرق جبينه، يقوم يتسرق وغلطته ان هو بيدور عليه. الناس يعني في ناس بجد معدومة الضمير، يعني ولا ذنب شروق ولا ذنب جوزها بالواقع اللي حصلت، الا ان برضو في ناس بتبص لهم بصة مش حلوة، والناس دي مريضة. المهم بعد ما الواقعة خلصت وحكموا عليه بالإعدام ارتاحوا نفسيا شوية. كريم وشروق حسوا ان هم ايه حقهم رجع. ماشيه في الشارع الناس تبص لي بصات مش حلوه، ابقى مثلا ماشيه مع جوزي تلاقي الناس تبص لي انا وجوزي بصات مش حلوه، اجي امشي لوحدي الاقي الشباب بتبص لي بصات مش حلوه، لدرجه شاب قبل كده فضل يبص لي ويرمي كلام عليا، فما حطيتش في دماغي. والمفروض اصلا كل قضية اغتصاب او قضية قتل على طول ما ياخدش وقت ويتنفذ فيهم حكم الإعدام. يعني في بعض القضايا الحكم مثلا بيصدر بعدها مثلا بسنة بسنتين بينفذوا عليه حكم الإعدام، لا في القضية دي على طول بعد 3 شهور بالظبط نفذوا على الكلب ده حكم الإعدام. وبكده بقى يكون انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش باللايك والاشتراك. السلام عليكم.